20 سنة نوم، تلت العمر ضاع نوما. وما أطال النوم عمرا ولا قصر في الأعمار طول السهر، لا ده ولا ده، كما قال الخيام. هي كده. فالعبد مننا كثرة النوم. أيضا من ضمن روافد قسوة القلب كثرة الأكل. الطعام ده مصيبة. ليه؟ الصالحين كان عندهم قضيتين: قلة الطعام مع وجود المال الحلال الذي يشتري به هذا الطعام، فماله حلال، فالمال الحلال شفاء من كل داء. وانا لا ادري لماذا سبحان الله العظيم المسلمين يعني كثرت بطنتهم، يعني ياكل وياكل اغرب من الخيال. بناتنا ونساؤنا ربنا يهدي الحال هم اكثر الناس ذهابا الى عيادات الحمية والرجيم. تأكل سبحان الله ما لذ له وطاب، وينفق في هذا آلاف، ثم تذهب إلى الطبيب لتعمل حمية عشان تخفف من آثار كثرة الطعام، وتنفق آلاف. فتنفق المسكين أو المسكين الرجل الذي ينفق عليها ضعفين. مسألة ايه؟ مسألة في كثرة الأكل، ومسألة في علاج يعني زيادة الوزن. الله، طب كفى بابن آدم ثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث لنفسه، صح ولا لا؟ لكن اخذ كل المعدة للطعام والشراب لا مجال فيها، النفس والعياذ بالله يصلي صلاته تعبانه، ما يقدر يركع، لا يستطيع السجود. لو اطال الامام في السجود قليلا يا الله يقول لك فين الاكسجين، اتق الله يا راجل انت اطلت بنا، وما اطال به هو الذي يعني سبحان الله. فاذا كثرة النوم، كثرة الاكل، ثم من ضمن روافد قسوة القلب كثرة الكلام. واحنا اصبحت مكلمة، كله يتكلم. يا مؤمن، لماذا خلق الله لي لسانا واذنين؟ ليه؟ فكر فيها. عشان كلامي يكون نصف استماعي، يعني استمع ضعف ما اتكلم. فلو تكلمت 10 دقائق لازم استمع ثلث ساعة. لو تكلمت ساعة يجب ان استمع ساعتين. لا، ده احنا امة العرب الله اكبر علينا ما شاء الله، والمسلمين يتكلمون سبحان الله 7 ايام ويستمعون 7 ثواني. ده اذا اراد ان يسمع، وبالذات لزوجته، وبالذات لاقاربه، وبالذات لمن يريد ان ينصحه، بالذات للشيخ في المسجد معاه مسبحة كده وقاعد سبحان الله يعدي فيها: يا ابن اتق الله، الرجل خطيب يخطب، ومن مس الحصى فقد لغى، جمعتك ضاعت. قاعد سبحان الله مطلع المحمول ويكتب رسائل اثناء بقلة ادب. طبعا انا لو اصطدت واحد من هؤلاء وانا على المنبر ده يعني يكون امه قد دعت عليه ليلة القدر، لقضية اخرى. لكن يعني يشكو بعض تلاميذنا وابنائنا من الدعاء والائمه والوعاظ يعني يقول لك الناس يطلعوا يا اخي، لا، وانت تقول له يا شيخ ما تسكت له، يبقى انت تعبه ان تنهره عما يصنع. اما تتركه بهذا وهو يظن ان صلاته هو مجرد صلاه الجمعه، ان حضور معاليه وسيادته هو ده يعني قضى الامر. لا، يجب ان يتقي الله عز وجل. لو انت قاعد امام الوزير يجوز ان ترسل رساله وانت قاعد امامه؟ والله ما تستطيع، لا تستطيع. ليه؟ لانك هتستحي. قل معقول يا اخي اجلس مع الوزير وارسل رساله لزوجتي ولا لابنتي؟ معقول هذا كله؟ كثرة النوم، كثرة الطعام، كثرة الكلام سبحان الله، ثم كثرة المخالطة. في واحد يقولوا معارف 1000 بني آدم يا أخي، كفى بصديقين أو 3. وفي شروط 5 لمن تصاحبهم. عايز تصادق اشترط شروطا 5 في من تصادقه. إن ما كانش فيه المواصفات ال5 دي لا داعي. أول شيء أن إذا رآك غافلا ذكرك. هذا الصديق الصح. يا فلان لم تصلي معنا العصر، يا فلان لا نراك في درس العلم، يا فلان كذا وكذا، ما فلان ما شاء الله كنت المقرأة وتراجع القرآن وأوشكت على حفظ البقرة وآل عمران، انت خلاص كان فاضل لك باقي الجزئين أو 3، يبقى يذكرك. طيب إن رآك غافلا ذكرك. طيب وإن رآك ذاكرا أعانك. شو لك يا شيخ لا تتشدد، ايه التصرف ده يا عم؟ مش كده، الدين يسر. الله، وريد ده يفعل شيء الا انه يصلي الفرض
وبعضا من النوافل او شيء من القران، بس لم يصنع اكثر من هذا. لكن لا، ده هو يصور لا بالعكس، الاخ الصادق الذي او الصديق الصالح الذي ان راك غافلا ذكرك، وان راك ذكرا اعانك. ادي الشرط الثاني للاخوه. الشرط الثالث: اذا رايته ذكرتك بالله رؤيته. اول ما تشوفه كده، يا الله والله فلان ده كان السبب فانه عرفني الشيخ عمر، وسمعت دروسه، وسمعت كذا درس كذا وكذا، والله ده اللي اعطاني مره سي دي كده ولا قرص ولا شريط ولا كتاب نفعني، خلاني اواظب على الصلاه، خلاني اتقي، خلاني امسك لساني، وهكذا. ان تذكرك بالله رؤيته. وبعدين ان يدلك على الله حاله، لا يقول كلاما ويطبق كلاما اخر. ودي اخي الكذب حرام وهو يكذب، دخول في المواعيد حرام وهو سبحان الله ولا يحافظ على المواعيد. لا، مش كده. ان تذكرك بالله رؤيته، وان يدلك على الله حاله. ده الشرط الرابع. الشرط الخامس: ان يزيد في علمك منطقه. كل ما يتكلم تزداد علما، مش تزداد جهلا. مش يروح يستفتي سيدي جوجل، لا، سيدي جوجل ده لا يدرك من الفتيا شيء. لناس الان على في مسألة الطلاق، ودي مسألة لو سئل فيها ويروح على جوجل وياخد منها الفتوى. يا ابن الحلال ليس هذا، الكلام مش منطقي كده. وروح للشيخ واستفتيه. دي بيوت تقام على حلال وحرام. طيب، اذا المنابع الخمسه دي: كثره النوم، وكثره الاكل، وكثره الكلام، وكثره المخالطه سبحان الله بهذا المنطق، وكثره التهريج. الخمس منابع دول تقسي القلب. طيب، اذا قسى القلب، اول شيء تتعطل الحواس، لان القلب ده الملك والحواس شغال عنده. فالقلب ما دام قاسي ينظر للمحرمات، يتكلم في الفوضى، يسمع سوء الادب، يروح برجليه الى المكان، ويصير العبد ألعوبة في يد الشيطان. ليه؟ لان لما القلب يقسو، الخوف العبد من الله يقل، فتبتدي المعصية تزين له ويفرح بها، ويحزن اذا فاتته المعصية. يبقى رايح والعياذ بالله يعمل شيء غلط، او رايح يشرب منكرا يبغضه الله ورسوله، ويروح يجد المكان مقهى اللي اتعمل كده اغلق بقرار من الاداره المركزيه. يحزن، يرجع حزين ان فاتته المعصيه. ده دليل على قسوه القلب. طيب، ايه دليل قبول التوبه ودليل القلب الخاشي الخائف من الله؟ قال انه يفرح بالطاعه ويكره ويحزن للمعصيه. وبعدين قال سبحان الله العظيم ان تتحول بعد التوبه مراره الطاعه الى حلاوه. يعني ايام ما كان في العصيان ابوي صحيح الفجر، يا كل يوم ابوي يقول لي صليت المغرب، امي تقول لي قرات القران، فكان ثقيل عليهم. فكان مع الطاعه لها لها مراره. زي بالضبط اللي لسه مش ناوي الحجاب، تقول انا اخبي شعري هذا؟ معقول؟ يدي الجميله تخبى، ذراعي، رقبتي، رجلي، لا اله الا الله. اول ما تتوب الى الله تقول يا الله، معقول كان كل الناس يشوفوا شعري؟ يا الله. وتستحي من الله، تستحي من الناس، وتستحي من نفسها. دليل قبول التوبه. ليه؟ لان تتحول مراره الطاعه اللي كانت صعبه عليه الى حلاوه، وتتحول حلاوه المعصيه الى مراره. كان طول ما حاطط بتاع يسمع اغاني موسيقى في السياره، قاعد في البيت، فاتي ينقل على القنوات اياها. سبحان الله، اول ما يتوب الى الله وقلبه يبدا تغادره قسوته، يبتدي حلاوه المعصيه تتحول لمراره. حلاوه المعصيه تتحول الى مراره، ومراره الطاعه تتحول الى الى حلاوه. ده دليل ان القلب دخل على الله عز وجل. طيب، ايه اهم ما يصيب القلب من حجاب بينه وبين الله؟ نوعين من المرض، العلماء يسموهم امراض الشبهات وامراض الشهوات.
وده موضوع كبير وضخم، والعلماء تكلموا فيه، والسلوكيات علماء السلوكيات والفقه القلبي تكلموا فيه وربونا عليه وعلمونا صغارنا ما زلنا نتعلم. ايه الشبهات؟ اول شيء الشيطان يرى انسان مطيع يعمل فيه ايه؟ لا يقول له ان الصلاة ليست فرضا، لا يقول له الشيطان لا داعي لان تصلي ابدا، لا يقول له لا داعي ان تقرأ القرآن، مش ممكن. وانما ايه؟ اول شيء يجيله في الوسوسة، يدخلوا على الوسوسة. انت متأكد ان وضوءك سليم؟ طب انت ما غسلتش ذراعك؟ طب انت نسيت تغسل وجهك؟ طب انت لم تمسح على رأسك؟ طب انت نسيت يدك اليمين؟ طب انت نسيت؟ لا يدخل له على الوسوسة. ان العبد فتح الباب للشيطان عامل زي اللي فتح بابه للص. اللص يدخل يجلس يبتدي يشوف البيت ايه اللي ممكن يسرقه منه. يسرق منك الطمأنينة، يسرق منك الإيمان، يسرق منك التوكل على الله، يسرق منك فرحتك بطاعة الله، يسرق منك خوفك من الله عز وجل، يسرق منك محبتك للصالحين، يسرق منك محبة مجلس العلم، يسرق منك الندم على الطاعة التي فاتتك. فإذا سرق هذا اللص وهذا الأمر وانت فتحت له الباب، انت فتحت أول باب في باب الوسوسة. ولكن لنا في الوسوسة كلام آخر إن شاء الله، يعني نكون إن شاء الله، أتمنى أن تكونوا معي بعد الفاصل بإذن الله. أهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن قبل الفاصل كنا نتحدث عن بداية دخول مرض الشبهات على القلب. الشبهات الشيطان يدخل بنا الأول على مرحلة الوسوسة، يوسوس. الشيطان ليس له سلطان على أحد، يعني هو لم يمنع إنسانا من الصلاة، لا يستطيع، ولا يمنع إنسان من صناعة الخير أبدا، ولا ينزع حجاب من فوق رأس إبراهيم، ما يحصلش. هذه ليست مهمته. أقل من هذا، هو أقل، إن كيد الشيطان كان ضعيف. هو كل مهمته إنه يدخل في الوسوسة بس، هو يوسوس لي. سبحان الله العظيم. يعني انت نسيت الركوع، انت سجدت سجدة واحدة، انت صليت الركعة الثانية ولم تقرأ الفاتحة. لو سكت للشيطان بهذا الشكل يدخل في موضوع اكبر. فانا اول شيء امنع باب الوسوسة، وده نوع من انواع مرض الشبهات. ايه كمان؟ في ناس عايشة حياتها كلها تنازع نفسها، يا ترى الانسان مسير ولا مخير؟ يا ابن الحلال، انت شاغل نفسك بموضوع لا دخل لك به. انت مسير في الامور التي سوف يحاسبك عليها رب العباد، ومخير في الامور التي سوف يحاسبك عليها. مسير في الامور اللي ربنا ما يحاسبكش عليها، ميعاد ميلادك، يوم وفاتك، المرض، الاشياء دي اشياء انت لم تحاسب عليها. فانت كده مسير. مخير في ايه؟ في تعمل الصالحات او تعمل الطالحات، تعمل الحسنات او تعمل السيئات، تعمل الخير او تعمل الشر، تعمل المحاسن وتعمل المساوئ. هذه انت مخير فيها. لكن تشغل بالك طول حياتك انا مسير ولا مخير؟ لا، ليست هذه مهمة المسلم. ده لما تدخل عليك المسألة دي اعلم انك دخلت في شباك الايه؟ في شباك الشبهات. الشبهات دي تضيع حياة الناس، ويكتب مقال طويل وكتاب كبير ويعمل حلقات. يا عم ليه ده كله؟ لماذا هذا؟ سبحان الله. فاذا سكت سبحان الله في عن هذا الامر واستمر، ينظر ان الشيطان يدخل له عشان يكلمه عن صحة المنهج الرباني. يشكك، يقول هو ممكن الاسلام يحل مشكلة الاقتصاد العالمي؟ ايوه ممكن يحل. طب ايه علاقة الاسلام والفن؟ في علاقة بين الاسلام والفن، يضبط الامور. يعني الاسلام يحل مشكلة، يحل كل مشكلة. مفيش مشكلة في العالم الا ويستطيع الاسلام حلها. ليه؟ لانه منهج رباني، منهج رباني. احنا اللي خرجنا عن الاطار. فلما جاوزه قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، تعبا. ليه؟ لانه جاوز. انت تجاوز حدود الله تتعب، تنصب، ينزل عليك التعب. لكن لو انت داخل حدود الله انت مستريح. سبحان الله، انت مستريح. تجد سبحان الله العظيم اذا دخلت الى اهل بيتك ونظرت على يعني زوجتك تنظر براحة. لو عايز والعياذ بالله تنظر على شيء غير ما احل الله لك، تعمل مجهود وتشوف مين شايفك، احسن حد يعيب عليك،
يكون انت رجل مثلا ذو حيثيه او انسان محترم في العمل او لا، الناس تقول عليه الراجل ده عينيه زيغه لا، سبحانك يا رب العباد. لكن الحلال واضح، حتى كلمه حلال وحرام، وده مش عشان الشبهات والحرام، كلمه حلال وحرام في اللغه. اقول كلمه حلال، حلال فتح الفم، فم مفتوح، دايما الحلال في النور. تروح تاخذ راتبك من مسؤول المالي، ولو تاخر عليك تطرق عليه على مكتبه: اين راتبي؟ اين حقي؟ لانه حق فحلال. لو انت والعياذ بالله موظف مرتشي، هل تروح تطرق عليه بعنف تقول له اين حقي؟ لا، تقول له قابلنا على المقهى، قابلنا على الطريق الصحراوي، قابلنا مش عارف بره خارج المدينه. ليه؟ لانه حرام. كلمه حرام جوه ظلام في الخفاء، لكن في الوضوح سبحانك يا رب العباد. تلاقي الشاب الصالح لما يحب يروح يتزوج يقول: هطلق الباب يا عمي، انا اريد ان اخطب ابنتك، بكل وضوح. لكن والعياذ بالله لو شيء تاني يختبئ ويقول: سبحانك يا رب العباد. هي كده. فالحلال بين والحرام بين، الامور واضحه سبحان الله. فانت يعني ما تدخلش نفسك في مرض مرض الشبهات، والا تنقلب عليك مرض شهوات. في ناس عندها شهوه الرئاسه، يقعد على الكرسي ما يحبش ينزل. الراجل هو قاعد يقتل في شعبه ليل نهار. ليه؟ عشان عنده مرض الشهوات، شهوه الترأس. يعني خلي الشعب لما يحبك خلاص يضعك. لكن بهذا المنطق طب ماذا تصنع؟ هذه الشهوة مصيبة. واحد تاني عنده شبهة جمع المال، ملوش دعوة، يجيبوا من حلال يجيبوا من حرام، من استقامة من انحراف، المهم يكون عنده عنده المال. هذه مصيبة كبيرة. ليه؟ لأن لما دخلت عليه مرض الشبهات لم يتب منه، ودخل على مرحلة سبحان لا إله إلا الله. في ناس تانية عندها والعياذ بالله مرض الشهرة، عايز يشتهر كده ويشار إليه بالبنان: فلان راح، فلان جه، وعلى وجه المجله. يا ابني لا اله الا انت بما تبغي هذا؟ ما تخلي الناس تحبك من غير شيء، خلي الناس تبص عليك من غير شيء. لا اله الا الله. طيب ازاي اعالج انا هذه الامراض؟ يعني مرض الشبهات تلك ومرض الشهوات. اول شيء تعال الى قضيه البصر. لما قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، الى اخر الايات. هل تظن ان غض البصر ده طراز واحد، يعني نوع واحد هو الغض، ان اغض عما؟ لا، انت يقول الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم ولنا في القرآن: لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ادانا علاج. الله يرضى عنكم لو لم تخرجوا من الحلقة الا بالكلمتين اللي هقولهم لكم الان واقول لهم لنفسي الاول. قال عليه السلام: انظروا الى من اسفل منكم ولا تنظروا الى من وهو اعلى منكم، فهو اجدر الا تزدروا نعمة الله عليكم. يعني ايه؟ انا ليه نظرتين من الواجب: نظر الدين ونظر الدنيا. نظرة الدين انظر الى من هو افضل مني. لما انظر نظرة دينية انظر الى له احسن مني. انا اصلي الفرض انظر الى من يصلي الفرض والنفل. انا اصلي الفرض والنفل انظر الى من يحفظ القرآن. انا اصلي الفرض والنفل واحفظ القرآن انظر الى من يصوم الاثنين والخميس. انا اصلح كل ده واصوم الاثنين والخميس انظر الى من يصوم يوم ويوم. انظر الى اهل الصدقات، اهل التقوى، اهل الخير، في الدين انظر لمن هو افضل. مش المحجبة نص حجاب ونص شعرها باين تنظر الى غير المحجبة، لا، تنظر الى التي سترت نفسها. فلما تنظر الى انها سترت جسمها كله تقول ان شاء الله اصل بهذا المستوى. مش هي نصف حجاب تنظر الى غير المحجبة، لا، تنظر الى المحجبة الكاملة. واحدة تانية الشيطان يضحك عليها تقول: اصلا لو تحجبت في نساء محجبات ومنتقبات
وبغتابات ونمامات، ولا اتحجبي انت ولا تكوني لا مغتابه ولا نمامه. بس انت هتعلقي يعني عدم حجابك على بعض من الذين يعني ليست اخلاقهم خلق الاسلام الذي تريدين. اعملي الجزئيتين، خلق ودين. تديني بالحجاب وتخلقي بامساك اللسان، بس يبقى انت كده جمعت فاوعيت. ففي الدنيا في الدين انظر الى من هو افضل. طب في الدنيا العلماء النبي صلى الله عليه وسلم يعظنا ان ننظر الى من هو ايه؟ الى من هو اسفل منا. يعني ايه؟ يعني انا عندي سياره توصلني للعمل، مش انظر للي عنده سياره اغلى سياره احسن، لا، انظر الى الذي ليس عنده سياره. طب انا ما عنديش سياره واسير على اقدامي، انظر لمن هو اعيق عن الحركه ولا يستطيع ان يسير، عنده شلل. او الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. طب عندي بيت غرفتين، ما انظرش اللي عنده بيت باربعه وخمسه وعشره، لا، انظر اللي عنده غرفه. طب انا عندي بيت غرفه واحده، انظر اللي عايش في المخيم. طب ده انا عندي مخيم، انظر اللي عايش في العراء. فلا ازدري نعم الله عليه. لكن الكارثه اللي حصلت في الدنيا ايه؟ الناس في الدنيا تنظر الى من هو افضل، سبحان الله. لذلك احد الصالحين يقول: صحبت الاغنياء فلم ارى احدا اكثر هما مني. يا الله، ليه؟ قال: سبحان الله، ارى دابته خيرا من دبتي وبيته خيرا من بيتي وصحبت الفقراء فاسترحت. يعني ما تعيش طول حياتك مع الاسلام ليس ضد الغنى، بالعكس، ده الغني الشاكر افضل عند الله من الفقير الصابر. لكن القضيه ان الواحد مننا سبحان الله يجب ان ينظر في الدنيا الى من هو اقل. ابو مسلم الخولاني الله يرضى عليه من التابعين في زمن معاويه، كان يجي على نصرة الشارع يكبر الله اكبر، فيسمع تكبير زوجته تقول الله اكبر. يجي على الباب الله اكبر تقول الله اكبر. يدخل البيت الله اكبر. فيجي في مره يكبر على اول الشارع لم يسمع تكبير زوجته، على باب الدار كبر لم يسمع تكبيرها. دخل البيت الله اكبر، فدخل بيها ايه؟ في حاله غم. زي انت لما تدخل احيانا كده يعني كثيره، يعني تجد زوجتك كده من غير سبب ده سبحان الله في 111 3 واحد كده، اما بالطول او بالعرض، قطبة الجبين. قلت يا لطيف في ايه؟ قال: ماذا؟ قالت: انت قريب من معاويه، انت قريب من امير المؤمنين، فلما لا يعطينا خادما يخدمنا؟ ما انت بس يعني قريب من امير المؤمنين والراس الكبيره في الدوله، فيش اي فايده خدناها منه. قال رضي الله عنه: اللهم من افسد علي زوجتي فاعمي بصرها. يعني اكيد هي زوجتي قاعد مع حد من اياهن بتوع الغيبه والنميمه والنظر للدنيا. بعد لحظات سمعوا جارتهم تقول: هل اطفأتم المسرجه؟ تقول: طفيت النور، عميت. فسأل: ايه اللي حصل؟ قالوا ان هي الجاره دي جت عند زوجة ابو مسلم الخولاني، ان زوجك قريب من معاويه ولا ارى الغنى عندكم واراكم فقراء ومسلمين تكون يا الله. ذهبت المرأة مع اهلها الى ابي مسلم ان يعفو عنها وان يدعو لها بالخير. تقول كتب السير في تاريخ ابي مسلم الخولاني انه دعا الله عز وجل ان يرد عليها بصرها فرد عليها بصرها. انظر الى الصالحين كانوا عايشين ازاي. احنا فين وهم فين؟ احنا ليه مضيعين روحنا بالنظر الى من هو ليه؟ يا الله عز وجل خزائنه ملأى، يعني وما من شيء الا عندنا خزائنه. عنده كل شيء، وما من شيء الا عندنا كل شيء. شوف الاخلاق، القلم ده عنده خزائن منه، سبحان الله. الاوراق دي يعني كل شيء عنده خزائن. رحمة الله. لا يتمنى بعضكم ما فضل الله بعضكم على بعض. ربنا قال ايه؟ ماذا قال؟ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله. يا بدل انا ما احقد على الناس واحسد الناس وانظر على الناس وما اعطاهم، يا اخي الذي اعطاهم يعطيني. اللهم اعطنا
رضا وقناعة وصبرا وحلما وفضلا يا رب العالمين. ولكن لنا في مسألة مرض الشهوات ومرض الشبهات وقفة أخرى إن شاء الله، ولكن بعد الفاصل بإذن الله. كونوا معي، أهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن كارثة مرض الشبهات ومرض الشهوات، ومسألة أن الإنسان لا يمد كما قال رب العباد لحبيبي لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. سبحان الله. في نظرات أخرى يعني أنا للأسف الشديد والله يعني يرق قلبي على هؤلاء المرضى. الإنسان زائغ العينين، قاعد يبص على هذه وتلك وتلك وتلك. شوف، في 3 نقاط. النقطة الأولى: من غض بصره أطلق الله له بصيرته، هذا أمر. ومن غض عينيه عن محارم الناس غض الله عيون الناس عن محارمه، هذا أمر. الأمر الثالث: إن زائغ العينين هو شارب البحر، لا يزيده الشرب إلا عطشا. كل ما يشرب ليه؟ يبص على الحمراء والخضراء والصفراء والسمراء والسوداء والبيضاء. حتى وبعدين ما الذي يستفيده؟ ماذا أخذ من هؤلاء؟ وإذا نظر كل محارم هؤلاء إلى حرماتك ماذا تركوا لك؟ سبحان الله. الفضل بن العباس يوم النحر، يوم الحج الأكبر، جالس جنب النبي صلى الله عليه وسلم، شاب، والعباس عم الرسول جالس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخلت امرأة وضيئة وجهها جذاب يعني، فجعل الفضل يطالعها، فالرسول وضع يده على خد ابن عمه ثم أداره، فعاد ينظر إليها وتنظر إليه. فالرسول مرة أخرى أدار خد الفضل. المرة الثالثة قال العباس: آلمت ابن عمك يا رسول الله، ليه كده؟ قال: رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهم فلم آمن الشيطان عليهما. الرسول بيغلق الباب من أوله. ليه؟ ما هي المشكلة مراحل: نظرة، فابتسامة، فسلام، فكلام، فموعد، فلقاء. 6 مراحل. رحنا بداية صح؟ قال شوقي هذا الكلام الجميل: نظرة، فابتسامة، فسلام، فكلام، فموعد، فلقاء. فلقاء يكون منه شفاء، او لقاء يكون منه الداء. تبقى مصيبة. لقاء يكون منه الشفاء بالزواج، بالاعتصام تحت بيت واحد بالحلال، او لقاء يكون فيه الداء، تبقى مصيبة كارثة. سبحان الله. فأنت تحتاج قلبك عشان ما تنظرش، وعينك عشان ما تنظرش الى عايز حجز صحي ايماني، مش اللي يكونوا في بلد فيها اوبئة ويجي يوصل البلد الاصل بتاع اللي هي وصل لها، يدخلوه الحجز الصحي الاول لغايه ما يكشفوا عنه، يكشفوا عليه يحمل الفيروس، يحمل الميكروب، حمل المرض. عايزين حجر صحي قلبي ايماني. هذا الحجر الايماني هو اللي دخل الانسان في في هذا الاطار. وبعدين النظر هذا جارحة، والجارحة تتبع القلب. طيب القلب كيف اطهره؟ اول شيء وحوله من قلب قاس الى قلب هش، يسمع آية الرحمة يذوب، يسمع آية العذاب يخاف، يسمع عن الجنة يشم رائحتها، يسمع عن النار يشعر كده. القلب يتعامل سبحان الله يعني بهذا المنطق. ولذلك انا ارى والله اعلم برؤية الضيقة البسيطة المتواضعة التي قد تكون جاهلة وليست عالمة ان اعمال القلوب اهم من اعمال الجوارح. يعني ايه؟ يعني اللي بيمد يده للحرام او عينه للحرام او اذنه للحرام، لو صلح قلبه، القلب ده الامير، ده الحاكم، ده الملك، هيضبط العمال عنده رعيته، هيشدهم. يبقى في لجام سبحان الله يلجم بها زي الفارس بالظبط.
الفارس لما يجد الفرس هيرمح او هيطلع خارج الخط في السباق يتحكم فيه بالايه، بهذا اللجام يلجمه. فهكذا سبحان الله العظيم، لذلك سمي العقل عقلا لانه يعقل الجوارح، يعني يعقل يعني يقيدها، ما يخليهاش منطلقه. تنطلق في الطاعه اهلا وسهلا، لما تنطلق في المعصيه، لان القلب تستطيع ان تقول هو خزان او مستودع الاخلاق. القلب ده الخزان بتاع الاخلاق. سبحان الله، يعني الاخلاق والمشاعر والنوازع والملكات دي محلها القلب سبحان الله. فيتحول القلب من قلب قاسي الى قلب لين، ومن قلب لين الى قلب حي. يحيا القلب، مش مات قلبه، لا، ما هو في قلب سليم وفي قلب سقيم وفي قلب ميت. القلب السليم ده هو القلب الحي، يحيا بذكر الله. اول ما يسمع كلام الله سبحان الله العظيم، ده طعامه زي طعام البدن الاكل والشرب، طعام القلب لذكر الله سبحانه وتعالى. احيوا القلوب بايه؟ بذكر الله عز وجل. يبقى مش ذكر اللسان، ذكر اللسان ده نوع من الذكر، في ذكر قلبي، الخشيه والخوف والتوكل واليقين وانتظار الغد والامل في رحمه الله، والخوف من مكر الله وعدم الامن من مكره عز وجل. هو كده، ويمكرون ويمكر الله والله خير من الماكرين. فالخوف بهذا المنطق، وبعدين يخرج الدنيا من قلبه، يخليها في يده. العلماء كانوا يدعوا دايما اللهم لا تجعلها في قلوبنا واجعلها في ايدينا. سبحان الله، يعني لو تمكنت الدنيا من القلب تصير كارثة، تصير مصيبة. فاحنا عايزين القلب سبحان الله يكون ايه؟ يكون يعني معطاء، يعني سبحان الله لايه؟ لليقين والتوكل، فتخرج الدنيا من القلب فتبقى في اليد، ربنا يضع البركة. اما اللي حطوا الدنيا في قلوبهم واستحوذوا عليها تحتل الدنيا، فتطفح الدنيا داخل القلب روائحها الكريهة ونوازعها الشريرة التي يعني لا تأتي بخير. طيب واحد يسأل سؤال، طب انا عايز احول قلبي من قلب قاسي او سقيم الى قلب سليم، ايه اللي ممكن اعمله؟ فالاول شيء التخلية قبل التحلية، كما قلنا من قبل ونكرر، التخلية قبل التحلية. ما ينفعش، لا يصح ان القلب يدخل على الله وفي امراض. ايه امراض القلب؟ لازم اراعيها: الكبر، الحقد، الحسد، الامن من مكر الله، خد بالك، اليأس من رحمة الله، القنوط والعياذ بالله، وبعدين العجب والرياء. انت عندك 7 امراض هي كبيرة. لو عالجت ال7 دول يبقى دي اسمها التخلية، وندخل بعد كده على مرحلة التحلية. كيف؟ اول مصيبة في القلب دي مصيبة الذنب الابليسي. الذنب اللي هو الايه؟ اللي هو الكبر. هو ابليس لما لم يسجد لابينا ادم؟ ناحية مرضية، مرض الكبر، انا خير منها، وانا خير منها دي موجود عند الكل اذا ما رحم ربي طبعا. ولا انا احسن واحد في العائلة عندنا، انا اهم واحد في القبيلة، انا افضل موظف في المصلحة، انا احسن. يا عم اهدى بس، الله يرضى عنك، يا عم ارضى عنك، اهدى شوي. عمر الله يرضى عليه يقول لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس في الجنة الا واحدا لخشيت ان اكون انا ذا الواحد. لو سمعها واحد من طراز 2012، لو ان لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس في الجنة الا واحدا، يقول يبقى عمي اللي اخذ الميراث، يبقى زوجتي لانها تتعبني، لا اله الا الله. يقول نفسي؟ قالها عمر لأنه صاحب قلب سليم، قلب مقبل على الله. لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس في الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون أنا هذا الواحد. فالكبر، أنا أتكبر ليه؟ ليه أتكبر على خلق الله؟ لأنا تنتنني عرقة وتخلقني بقة وتميتني شرقة، وأنا خرجت من مجرى البول 2 مرات، فعيب أتكبر. أنا خلقت من طين يا ابن آدم، طئ الأرض بكلتي قدميك فإنها عن قليل سوف تصير قبرك، واعلم أنك في هدم عمرك مذ ولدتك أمك. فأنا من طينة الأرض، كلكم لآدم
وادم من تراب. مفيش واحد مولود من طينه اخرى ولا لا، كلنا من طين. وحتى العوام يقول لك يا اخي كلنا اولاد 9، صحيح فينا اولاد 7 بس عصبيين شويه، لكن في يعني اولاد 9. يعني ايه اولاد 9؟ كلنا مكتنا في ارحام من 9 ونزلنا. ليس هناك رحم يقذف نبلاء ورحم يقذف سفهاء ابدا. السفاهه والنبل تعود الانسان هو اللي يبنيها. انا اللي ابني السفاهه او ابني النباله او النبل الخلق. انا اللي ابني عالم الخلق والقيم او اهدمه. كبر ليه؟ ده اول مرض، والمرض ده فتاك ليه؟ لان لن يدخل الجنة من كان في قلب مثقال ذرة من كبر. ما ينفعش، لا يصير. طيب ده هذا امر الثاني الحسد، دي الصفة الإبليسية الأخرى. أحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. إمامنا الشافعي يقول: ألا قل لمن صار لي حاسدا: أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فجازاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. انت اللي تعبان، انت النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. انت للأسف الشديد الحسد بتاعك ده عبارة عن اعتراض شديد وواضح على تقسيم الله في الأزل لأرزاق العباد. يعني انت معترض ليه يا رب اديت اخويا غنى وانا ما اعطتنيش؟ ليه هو عنده وانا ما عنديش؟ ليه انا مريض وهو سليم؟ ليه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. فالعبد سبحان الله العظيم يجب ان يراعي ان مسألة الحسد هذه هي مسألة يعني تضيع قناعة الانسان، خليه غير راضي بما قسم الله. ليه؟ لان دايما متطلع عند الناس، ده بس احسن مني، وسيارته احسن من سيارتي، وبيته احسن من بيتي، واولاده احسن من يا الله. وانت تعيش في هذا الهم الى متى؟ الى متى تعيش هذا الهم؟ سبحان الله. هتعيش كده في حسرة وتعيش في وبال. لأن عايزك تعيش وأنت قانع بما قسم الله لك. يا أيوب ارضى بما قسمت لك تكن أغنى الناس. فالإنسان لما يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حجت له الدنيا بحذافيرها. ادي المرض الثاني الحسد، التخلية اهي. شلت الكبر ونزعت الحسد والرياء. تحب تتمنظر امام الناس. انا الحمد لله اصوم 2 وخميس، انا الحمد لله اولادي يحفظون القرآن، انا الحمد لله. يا اخي تقول له ليه كده يا فلان؟ ولا اما بنعمة ربك احد. يا رجل الرياء مفيش داعي، خلاص خلي العبادة بينك وبين الله. سبحان الله. الرياء اليسير من الرياء شرك. سبحان الله. فتجده وهو بيصلي في المسجد يا سلام على مهل، ويركع ويسبح يمكن مش 3 مرات بس 21 مرة. سبحان الله. فالرياء كارثة كبيرة. ولكن للحديث بقية في هذا الموضوع إن شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله. نسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه ولا تنسونا من صالح الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة